السوشيال ميديا مش بتوريك الحقيقة. السوشيال ميديا مش بتوريك الفشل ولا السقوط ولا اللي نام جعان ولا اللي حاول 1000 مرة وما وصلش. الإنترنت محيط عظيم الإمكانات، لكن السباحة فيه دون بوصلة واعية قد تقودنا إلى الغرق في دوامته. الرقي الحقيقي اليوم لا يكون في التواجد الدائم على الشبكة، بل في القدرة على الانفصال عنها بإرادة حرة للاتصال بما هو أعمق وأبقى، ذواتنا الحقيقية ومن نحب، واللحظة الراهنة التي نعيشها. بالعراقي انتبه لنفسك. أنا ويام رائدة أعمال من العراق. وبالمصري خد بالك، أنا أشرف يحيى رائد أعمال من مصر. السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا خد بالك. عمرك تعبت بجد وصحيت بدري وحاولت ومسكت في حلمك بإيدك واسنانك، وبعد كده فتحت السوشيال ميديا لقيت حد معاه عربية يمكن أغلى من البيت اللي انت ساكن فيه، أو حد في سنك منزل صور وهو بيسافر ويتفسح ويضحك وانت بتعدي الأيام. طيب ساعتها ايه اللي جه في قلبك؟ انك غلط، متأخر، مش هتبقى حاجة. السوشيال ميديا مش بتوريك الحقيقة. السوشيال ميديا مش بتوريك الفشل ولا السقوط ولا اللي نام جعان ولا اللي حاول 1000 مرة وما وصلش. السوشيال ميديا تخليك تشوف أجمل لقطة وانت تقارن بيها حياتك كلها. فاكرين لما قلنا إن الراحة أخطر من المخدر؟ طيب طالما هي بالخطورة دي، ليه بنرجع للراحة تاني؟ عشان بنحبط، بنحاول ما بنلاقيش نتيجة، فنقول خلاص نريح شوية، والشوية تبقى شهور والشهور تبقى سنين، وبعد كده السوشيال ميديا ترجع تسوق حياتنا تاني. خد بالك، احنا مش بنقع علشان ضعاف، احنا بنقع علشان مستعجلين النتيجة، وبنقارن نفسنا بغيرنا، مستنيين نتيجة سريعة، مع ان مفيش حاجة حقيقية بتحصل بالطريقة دي. احنا حتى لما بننزل نتمرن علشان نبني عضلة زي الباي مثلا، ما بتتبنيش في اسبوع. لما نحصل علم ما بيحصلش في شهر او 2. لما نتكلم عن الأحلام والنجاح ونحقق حاجة على أرض الواقع، ده ما بيحصلش من فيديوهات احنا بنشوفها. لازم تعب ومجهود وعرق، هي دي الحقيقة وهو ده الواقع. لازم تعرف إن مش كل اللي بيجري بيوصل، ولا كل اللي بيوصل صح وبشرف. اسأل نفسك بقى، وأنا عايز نجاح سريع ولا عايز أبقى حاجة بجد؟ مستعد ان انا ادفع الثمن ولا مستني الطريق السهل؟ عايز يبقى ليا رحلة حقيقية ولا عايز لقطة؟ لازم اسأل نفسي بطبق الأسئلة دي. احنا بقينا شعب بيتفرج اكتر ما بيشتغل، وبيحلم اكتر ما بيتعب، وبيستنى اكتر ما بيتحرك، وبعد كده نقول الدنيا ظلمة. لا، الدنيا واضحة. احنا عندنا مثل في البلد كده بنقول فيه اللي بيصبر بينول. طب واللي بيستعجل تعرف النتيجة. طيب نعمل ايه؟ اول حاجة نقفل باب المقارنة. مش كل حساب لازم يتشاف، ولا كل فيديو لازم يتفتح. ده مش حرمان، ده تنظيم.
وحماية لنفسك وعقلك. افرح بالحاجات الصغيرة البسيطة اللي انت بتعملها، حتى لو كانت عبارة عن انك بتصحى بدري، او انك شفت حاجة جديدة تعملها، او انك ذاكرت ساعة او 2 في يومك. انت بتبني حياة. اعترف لنفسك ان الطريق طويل وصعب، وده الطبيعي. عارف امتى الاحلام بتموت؟ مش لما بنفشل ولا لما نتعب، لما بنصدق ان غيرنا احسن مننا ونستسلم ونرمي الفوطة. السوشيال ميديا مش بس بتسرق وقتك، بتسرق حلمك وثقتك بنفسك. النجاح الحقيقي مش اللي يبان بسرعة، النجاح الحقيقي اللي يعيش على أرض الواقع ويثبت. يمكن تتعب سنين ومحدش يحس بيك، ويمكن تمشي في صمت ومحدش يشوفك، بس هتوصل في يوم، هتوصل صح وبشرف. واعرف إن النجاح في الرحلة، وإن الصبر هو الثمن. فاصبر إن وعد الله حق. والسلام.